ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل اكتر مقارنة كوميدية في تاريخ الاكسل. كاونت ايه ضد كاونت، مين فيهم جدع اكتر ومين ملوش في الكلام خالص. بص كده معايا على الجدول ده. عندنا شوية خلايا فيها ارقام وكلام وحبة خلايا فاضية كده للرزق. تعال نشوف اول حاجة معانا دالة كاونت. الدالة دي محترمة قوي، بتعد الارقام وبس. يعني لو خلية فيها ارقام هتاخدها في الحسبان، لو فيها كلام او فاضية هتعمل نفسها مش شايفاها. تعال نشوف. هنكتب الدالة زي ما واضح قدامنا كده ونتك عليها مرتين. هيقول لي الرينج اللي انت عايز احسب لك فين. اعلم له على الرينج اللي انا عايز احسبه واقول له انتر. هلاقيه طلع لي رقم 4. طب تعالى نتاكد، نعد الخلايا اللي فيها ارقام. ادي 1 2 3 4. فكده احنا عرفنا ان دالة كاونت دي بتاعت الارقام وبس. نيجي بقى للمعلمه كاونت ايه. دي بقى مش سايبه حاجه تعدي، هتكتب ارقام تكتب كلمه هتحسبها. حتى لو سبت الخلايا مش فاضيه، لو كتبت فيها ها اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك اضحك يلعن، اضحك اضحك كتبت فيها رموز، كتبت فيها اي حروف، برضه هتحسبها. تعالى كده نشوف. هكتب المعادله هتظهر قدامي، هتك عليها مرتين. هيقول لي انا عايز الرينج اللي هبدا احسب لك فيه. اقول له الرينج اهو واتك عليه انتر. هلاقيه طلع لي رقم 7. طب تعالى نتاكد، نعد الخلايا اللي مش فاضيه عندي. 1 2 3 4 5 6 7. طلعوا 7 خلايا. فاي خليه فيها بيانات كاونت ايه بيقول لها تعالي انت كمان في الحسبه بتاعتي. فالخلاصه لو عايز تعد الخلايا اللي فيها ارقام عندك في البيانات بتاعتك يبقى خليك مع كاونت. لو عايز تعد اي خليه مش فاضيه يبقى كاونت ايه هي ابن عمك الجدع اللي ما بيسيبش حد. وبكده نبقى شفنا معادله كاونت وكاونت ايه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ومنشن لمديرك في التعليقات وقول له مفيش حاجه هتقع مني تاني في الاكسل. سلام.